الدنيا عاملين ايه؟ تعالوا النهارده اخدكم معايا في فلوج بيومي، وهنبدأه من الساعة 5 او نقول 4:30، ولكن انا هروح انام وبعد كده هنصحى، فهنزل الجيم بدري ايه اقدر ان انا اعمل معاكم حاجات. البرودكت جت. بصوا احنا الرطب ده انا قررت ان انا هستعمله بالليل. هغير يعني ايه فكرة ان انا بستعمله الصبح، وبصراحة تجربتي ليه كانت ان هو لما باجي احط بعده ميك اب او كده بحس ان انا وشي مدهن كده. دلوقتي هحط عشان شفايفي صراحة هفتح نفسي في كل حاجة، بس انا شفايفي بتنشف بسرعة اللي هو بتاع الهالات، لان طبعا بسبب ان انا ما بنامش عندي هالات رهيبة، فاحنا هنحاول. يا لهوي حط كتير اوي. بس طبعا عايزة اقول لكم حاجة، ان انا اصلا اول ما جيت على طول شلت على طول الميك اب، وانا انتوا عارفين انا مبحطش اصلا ميك اب كتير، ولكن التصوير ما كانش اصلا كويس. دلوقتي هستعمل دوا كيو بس بتاع بالليل، عامله برضو معاكم فيديو هينزل وانا عامله الصبح بقى، كنت بستعمل كريو بتاع الصبح بيكون فيه نت، وبقول لكم اكتبوا لي ايه رأيكم. حدد الاول بالبني الغامق درجته 410، وبعد كده هرجع اقوم حاطه جوه 404. هما الاتنين من لبستك ده يا جماعه. وبعدين ايه يعني ندمجه بس كده ثانيه.
همسك بس الطرحه من هنا بالبسط. تعالوا اقول لكم احنا هنحط في شنطه ايه دي. اوكي يا جماعه، انا كنت قايله لكم ان انا هوريكم الشنطه اصلا من جوه، ما وريتلكوش في الفيديو اللي فات، فتعالوا استنوا اوريها لكم الاول. بس هي يعني ما فيهاش تفاصيل، فاهمين يعني، هي كده. استنوا اوريها. بصوا دي من جوه. احنا ممكن نفتح فلاش. هي ما فيهاش اي حاجه، بس هي مساحتها حلوه قوي يعني. تعالوا بقى هقول لكم ايه انا باخد معايا ايه وانا نازله. وانا دلوقتي هروح اقعد اعمل كام شغل شويه، فتعالوا اقول لكم. اول حاجه التابلت بتاعي يا جماعه، انا ما بنساش اصلا. باخد معايا التابلت، وباخد معايا تليفوناتي. تقدر على التليفون انا بصور بيه اصلا. التليفون التاني ده انا بفضل ماسكاه يعني في ايدي، لكن التابلت هنحطه في الشنطه. الشواحن بقى، بما ان انا بمشي كذا حاجه زي ما قلت لكم، انا حطيتهم خلاص هنا في نقدر نقول كده ان احنا ايه، حطينا كله هنا بحيث حتى ان هو ما يضيعش في الشنطه. وده القطر بيسلم عليكم يا جماعه. والبوك بتاعي انا حاطه وكمان هاخد الاقلام، بس انا مش عارفه الصراحه انا اخده كل دول ليه، بس مش مشكله. هاخد معايا الاقلام بتاعتي اللي انا هسجل بيها، وقلم ماركر بس عشان احدد بيه. بس دول انا ما جبتلهمش حاجه، فانا هحطهم كده في الشنطه بقى. والنوت اللي انا باخدها معايا دي كراسه عندي من زمان يعني، هي بايظه كده، اللي هو الطباعه بتاعتها غلط فبايظه. بس انا ممكن اكتب منها جوا حاجه وكده. ودي بتاعت الشغل بتاعتي البينك دي، بس عايزه اشتري واحده جديده لانها قربت تخلص. والفتره دي صراحه بستعمل النوت الاورنج دي. انا عندي واحده تانية بس دي اللي بستعملها دلوقتي، عشان التانية استعملتها كتير قوي يعني، معرفش، بحس ان انا عايزه اغير فاهمين. بس هما الاتنين بتوعي مكتوب فيهم حاجات مهمه وكده. ايه تاني؟ مفاتيحي دي الموزه بتاعتي بس ليها قطع. عندي بدلات من دي كتير بتاعتي، انا بحبها قوي عشان فيها شاحن باور كده ده، فاقدر ان انا ممكن احط التليفون مثلا يشحن فاهمين. انا بحبها بجد قوي. مش حلوه في بس. واخر حاجه انا هلبسها عشان انا نسيت اصلا البسها معاكم، الساعه بتاعتي. دي انا كنت جايباها من على شي ان، فلو حد عايز يطلبها يا جماعه يقول لي وانا هجيبها له. انا دلوقتي باخد اوردرات شي ان يعني، وحلوه برضو على فكره سعرها يعني بالنسبه لسعرها. انا اول ما قلت اصلا لكذا حد قال لي ساعه اكيد ما بتتوصلش بالتليفون، قلت لهم لا يا جماعه عادي، بص بتحكم من الاغاني وبتحكم كل حاجه وبيجي عليها اشعارات. بس هي بس المشكله الوحيده ان لما بيجيلي مثلا نوتيفيكيشن لحاجه بتيجي على شكل كلام فاهمين. بس بيجي يعني شكل ان هو من ابلكيشن ايه. بس هوصلها دلوقتي بالتليفون. بس اخر حاجه بحط بس معايا مناديل احتياطيا اي شيء. انا عايزه اقول لكم حاجه. انا منزلتش الجيم، راحت عليه نوم. اكتر حاجه بقى انا نايمه متاخر، بس اوكي انا عملت حاجه قصادها حاجات تانية. صليت وانا بحاول انتظم طبعا على الصلاه وكده، فانا برضو اخدكم معايا في النقطه دي. و بس انا دلوقتي هنزل اشتغل وكده يا جماعه. انا نسيت احط متكرر، بس حاسه ان انا اوكي كده. يلا بينا نروح ننزل نشتغل. حاول اصور بقى وانا ماشيه.
أغنيتي يا جماعة مفضلة وعلى اسمي وحاجة. داخلين راس البر يا جماعة، دي بوابة راس البر يوم الخميس. دي برضه هنا كده. راس التعبان.